ده بقى افطاري في اخر يوم رمضان يا جماعة، ولازم افطر رنجة، الاكلة اللي كل الناس بتحبها وبتعشقها. عايزكم بقى تشوفوها وتجربوها بالطريقة دي لانها هتعجبكم قوي. طاسة سخنة وهنزل برنجاية جميلة كده، وهقعد اشوحها بقى على الجنبين لحد ما تطلع الريحة الجميلة اللي كلنا بنحبها دي. وهاخدها على طبق بقى وهقعد افصصها كده. هطلع كل اللحم اللي فيها دوت، وهشيل منها كل الشوك وسلسلة الظهر، ومش هخلي فيها شوكة واحدة. بصوا يا جماعة، بحاول افصصها كده ما اخليش فيها اي شوك لان هي هتتعمل سلطة رنجة. وهطلع كمان بقى البطروخ ده بخليه على جنب كده. وهجيب طبق فاضي وهنزل بالرنجة اللي فصصتها. وهضيف عليها بقى طماطماية متقطعة، وبصل، وفلفل رومي. وهضيف بقى شوية طحينة كده. شايفين الجمال؟ وهضيف بقى عصير ليمونة كاملة. وكمان شوية زيت. وهقلب بقى احلى سلطة رنجة ممكن تاكلوها او تعملوها بالطريقة دي. وكمان هضيف عليها البطروخ اللي خليته على جنب، وشوية زيت. وعايز اقول لكم بقى ان الطعم هنا بيبقى ايه، مزيكا. وعايز اقول لكم ان النهارده اخر يوم رمضان وبكره العيد، وكل سنة وانتم طيبين. وجربوها بقى بالطريقة ديت واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. السلام عليكم.